قبل بداية المقطع اكو جيف اواي على ايدي مهكر. الشروط بس تسوي لايك على هذا المقطع وتكتب اي شي بالتعليقات. السلام عليكم وبركاته، شلونكم ان شاء الله بخير. راكم اخوكم مصنات مصراقي. اوكي يا شباب، هالفيديو جايب لكم جلitch اللي هو نقل البيوت الغالية من شخصيتك الرئيسية للشخصية الثانية. اوكي شباب، طبعا هذا الجلitch نزلته حتى اللي ما استفادوا من الجلitch تشتري كل شي بلاش يستفادون من هالجلitch. قبل ما ابلش بالشرح اتمنى اذا ما ضغط على زر اللايك تضغط على زر اللايك، تشترك بالله ما مشترك، وتنشر المقطع كل مكان. وخلينا نبلش بالشرح. اوكي شباب، اول شي تروح عند شخصيتك الرئيسية او شخصيتك الاولى وتشتري بيها اغلى 3 بيوت. اوكي شباب، اغلى 3 بيوت وتحطهم برقم 4 و5 و6 مثل ما تشوفون هنا. اشتريت اغلى 3 بيوت. اوكي، ولازم تخليه هنا برقم 4 و5 و6. اوكي شباب، اشتري اغلى 3 بيوت مرة واحدة. اذا حتشتريهم تقدر تسوي الجليتش اكثر من مرة، ما راح يعني حيبقى بهاي الشخصية، ما راح ينحذفن. اوكي، والجليس سهل، خطواته سهلة، نفس الجليس تشتري كل شي بلاش، نفس مال دايركتر مود. اوكي شباب، مثل ما تشوفون، بس اهم شي انه تشتري هنا البيوت بشخصيتك الاولى، او يعني شخصيتك الاولى او شخصيتك الرئيسية، اغلى 3 بيوت وتخليه هنا برقم 4 و5 و6. اوكي شباب، لازم تخليه هنا برقم 4 و5 و6. انصحك انه تشتري اغلى 3 بيوت باللعبة، يعني اطق 3 بيوت. اوكي، حتى تستفاد من هالجليتش. اوكي، للي ما استفاد من الجليتش كلش بلاش. هسه هنا بعد ما تشتريهن بشخصيتك الاولى، كل عليك تروح للسواب كاركتر وتختار شخصيتك الثانية. بشخصيتك الثانية شو تسوي؟ تشتري ارخص 3 بيوت وتحطن برقم 4 و5 و6. اوكي شباب، تشتري ارخص 3 بيوت برقم 4 و5 و6، ولازم تخلي اللاست لوكيشن. اوكي، مثل ما تشوفون تخلون اغلى 3 بيوت رقم 4 و5 و6. اوكي شباب، مثل ما تشوفون اشتريت هنا هواي بيوت فصار رقم 4 و5 و6، وتحطون لاست لوكيشن. بعد ما تحطون لاست لوكيشن كل عليك تروح عند الاوف لاين. اوكي، ما تهم اي شخصية عادي، او مايكل، فرانكل، اي شخصية. بعد تروح عند اي نبتة بالخريطة، اي نبتة، موجود عدة نبتات. اوكي، ومثل ما تشوفون تدوسون دائرة، العفو، R1 R1 دائرة، R2 سهم يسار سهم يمنى، سهم يسار سهم يمنى، سهم يسار سهم يمنى. تعيدها 3 مرات 4 لين ما تجيك الشرطة. اوكي شباب، يعني تسوي فد 5 نجمات 4 نجمات حتى تجيك الشرطة ويقتلوك بسرعة. بعد ما تنتظر الشرطة لين ما يجوك وتاكل النبتة. اوكي شباب، نفس الجليتش القديم، يعني لحد الآن نفس الجليتش القديم والخطوات سهلة. بعد ما تاكل النبتة حتتحول إلى حيوان. اوكي شباب، انتظر، يعني ظل واقف او اتحرك، واول ما تقتلك الشرطة حضر الستارت جي تي اي اونلاين. اوكي، رأسا سوي ستارت جي تي اي اونلاين. اوكي شباب، رأسا سوي ستارت جي تي اي اونلاين. مثل ما تشوفون هنا، انتظر لين ما يقتلوك الشرطة، واي نبتة بالخريطة عادي، اي نبتة. اوكي شباب، اي نبتة، مو الا انا هسه هاي الموجودة يمي. اوكي، اول ما تموت تتغير الوان الشاشة، سوي ستارت جي تي اي اونلاين. رأسا شباب سوي ستارت جي تي اي اونلاين. اوكي، وارجع على اللعبة، حتجيك هاي الرسالة، اضغط عليها اكس. اول ما تصير الشاشة بيضة روح وطفي الانترنت. اوكي شباب، طفي الانترنت. من تطفي الانترنت بعدها ارجع على اللعبة، حتجيك هاي الرسالة، اضغط اكس وروح شغل الانترنت، وظل بالعلامة مال التشغيل مال الانترنت هاي، احسب من 1 ل20، بعدها ارجع على اللعبة. حتجيك شاشة بيضة، بالشاشة بيضة دوس R1 R1 دائرة، R2 سهم يسار سهم يمنى، سهم يسار سهم يمنى، سهم يسار سهم يمنى، وحتجيك تسمع صوت الشرطة. أول ما ينقتل فرانكلين أو مايكل تسوي ستار جي تي اي أونلاين، يعني نفس الجليتش القديم. أوكي شباب، بالمختصر حتى تفهمون. أوكي، أول ما ينقتل كون سريع. أوكي، سوي ستارت جي تي اي أونلاين. بعد ما تسوي ستارت جي تي اي أونلاين طبعا حيرفعك للسما، ومثل حد شلون تغوش الألوان، تصير شاشة بيضاء. من تصير الشاشة بيضاء وياك تتغير الألوان، أو مرات ما تتغير، تصير لك شاشة بيضاء ويطلع لك جون جي تي اي أونلاين وهاي الألوان، اعرف إنه الجليتش ضبط وياك. أوكي شباب، طبعا هسه هنا لازم تكونون سريعين. أول ما ترسبن، مرات يرسبنك بشخصية، يعني بشخصية فرانكلين، مرات شاشة بيضاء، بس تسمعك انت على الصوت مال التلفزيون، وبس تسمع رسبن قبل ستارت روح على سواب كاركتر، رأسا الك 6 ثواني. اوكي هاي انتبه بيها، مرات يرسبنك بفرانكلين. اوكي، يعني تطلع لك الشاشة انت مرسبن بفرانكلين، رأسا سواب كاركتر، مرات تجيك شاشة بيضاء، انت لازم تنتبه على الصوت. اوكي، رأسا ظل دوس ستارت من تروح مال جون جي تي اونلاين تجيك هاي العلامات مال ليفت وهاي الشغلات. اوكي، يعني انت رسبنت بالسيرفر والشاشة بيضة، مثل ما تشوفون هنا رسبنت بفرانكلين.
رأسا دق ستارت سواب كاركتر، كون سريع بهاي الخطوة. إذا ما تكون سريع حيرجعك على الأوف لاين. أوكي شباب، حيرجعك على الأوف لاين، انتبهوا في هاي الشغلة، هي هاي الضوج بيها، فبس لازم تكونون سريعين. طبعا بعد ما حتختارون، طبعا هنا تختار شخصية الولد اللي اشتريت بيها أغلى 3 بيوت. أوكي انتبهوا، تختار شخصية الولد اللي اشتريت بيها أغلى 3 بيوت. أوكي شباب، وحطيناها برقم 4 و5 و6. بس هي اللي تضوج بالجليتش انه لازم يعني تنتبه، اخر خطوة تنتبه بيها وتسوي سواب كاركتر. اوكي شباب، طبعا حتظل بهاي الشاشة معلق مثل ما تشوفون اللودنج وعلامة الصفرة، يعرف انه الجليتش لحد الان ضابط وياك. اوكي شباب، طبعا انتظر لين ما تجيك رسالة. اوكي، تضغط عليها اكس وراها ب10 ثواني تقريبا او 20 ثانية ترمش الشاشة. اوكي، يعني نفس الجليتش القديم، تصير الشاشة مثل ما تشوفون جت هاي الرسالة. من تضغط عليها اكس، اوكي، اول ما تضغط اكس احسب 10 ثواني حتى ترمش الشاشة عندك تصير سوداء وترجع للعبة. انت رأسا نروح وطفي اللعبة. اوكي شباب، رأسا طفي اللعبة. اوكي شباب، مثل ما تشوفون انا سويته هنا. طبعا بعد ما تشغل اللعبة، كل عليك انه من تجيك هاي يعني مع الشرطة دوس L1 و R1، ظل دبل L1 و R1، لا توقف، ظل دبل L1 و R1 لين ما تجيك هاي الرسالة مال روكستار. من تجيك هاي الرسالة مال روكستار اعرف انه هاي حتفوت اونلاين. اوكي، ليش نسوي ال L1 وال R1؟ حتى تفوت اونلاين. اوكي شباب، هسه هنا مثل ما تشوفون حيرسبنك بالاوفلاين وبعدها فوت سيرفر عام او خاص، ما تفرق ابدا. اوكي شباب، يعني الجليتش سهل، بس تضوج خطوة فرانكلين لمن او مايكل لمن يرسبن بالاونلاين لازم تكون منتبه وسريع. اوكي، حتجيك هاي الرسالة عادي اقبلها مال اونلاين، اقبل الرسالة ماكو اي مشكلة. اوكي شباب، طبعا اللي ما لحق على الجليتش مال تشترك كل شي بلاش، اتمنى يلحق على هالجليتش لان هاي فرصتكم الوحيدة. فحترسم بشخصيتك الثانية اللي هي مال البنية، هسه مثل ما تشوفون البيوت. طبعا هسه كل اللي عليك هنا من راح تلاقي البيوت متحولات الى اغلى 3 بيوت، كل عليك تبيعهن وتشتري بدالهن بيوت يعني رخيصة. اوكي شباب، مثل ما تشوفون هنا يعني تشتري هنا بيوت رخيصة وترجع تعيد نفس الحركة، تروح على الاوفلاين. مثل ما تشوفون متحولات الى اغلى 3 بيوت، كل عليك هسه يعني تشتري بيوت رخيصة وتبدلهن بالبيوت الغالية وتعيد الجليتش من البداية. فلهنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى عجبكم، لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة. كان معكم اخوكم مصطفى، اشوفكم على خير.